الكل يريد أن يعرف السر وراء اكتساب المال، ولكن أغلب الناس يبحثون في الاتجاه الخطأ. يظنون أن العمل أكثر يعني مالا أكثر، والحقيقة أن العمل الذكي أهم من العمل الكثير. اليوم سأكشف لكم القانون الذي يستعمله كل شخص ناجح، من أصحاب المشاريع إلى المستثمرين. المال ببساطة هو نتيجة للقيمة التي تقدمها. إن كنت تقدم قيمة لشخص واحد، فستحصل على مال محدود، ولكن إذا استطعت أن تقدم نفس القيمة ل100 أو 1000 أو مليون شخص، فهنا تبدأ المعجزة. القيمة هي ما تبيعه، منتج، مهارة، فكرة أو معلومة، والمال هو انعكاس مباشر لحجم تلك القيمة وعدد من يستفيدون منها. أغلب الناس يبدلون وقتهم بالمال. يعمل 8 ساعات فيحصل على أجر 8 ساعات. أما الأغنياء فيجعلون الزمن يعمل لهم. كيف؟ من خلال بناء أنظمة أو منتجات أو استثمارات تستمر في تحقيق الربح حتى أثناء نومهم. قناة يوتيوب، تطبيق، متجر رقمي، استثمار في الأسهم، دورة تعليمية أو كتاب إلكتروني. السر هنا هو: ابن مرة واربح مرارا. لن تستطيع تطبيق أي من هذه الأسرار إذا لم تمتلك أداة توليد القيمة، والأداة هي مهارتك. مهارة التصميم، الكتابة، التسويق، البرمجة أو التعليم. كلما زادت مهارتك، زادت قيمتك في السوق، وهكذا. بدلاً من أن تبحث عن المال، سيبدأ المال بالبحث عنك. السر وراء اكتساب المال ليس سرًا في الحقيقة، إنه أمامك كل يوم، ولكنك لم تدرك المعادلة بعد. المال يساوي القيمة في الناس في الزمن. أعدها لنفسك، وابدأ من اليوم في بناء شيء له قيمة مهما كان بسيطاً. إذا ألهمك هذا الفيديو فاشترك في القناة، لأن الفيديو التالي سيكشف لك كيف تحول مهارتك إلى مصدر دخل حقيقي. وتذكر، المال ليس الهدف، بل النتيجة.